السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود موسى ودي قناة The AI Master. أهلا بيكم مرة تانية. ليه في لغات برمجة كتير جدا ومفيش لغة واحدة بس بتعمل كل حاجة وكل الديفيلوبرز يستخدموها؟ السؤال ده بيتكرر كتير جدا حتى من المبرمجين اللي بقالهم فترة بيكتبوا كود. الحقيقة انك في حياتك العملية مش محتاج تتعلم 5 أو 10 لغات برمجة، انت ممكن تكون ناجح جدا بلغة واحدة بس أو 2. طب ليه في لغات كتير جدا لما ممكن الواحد يشتغل بلغة واحدة بس أو 2؟ يعني مثلا لو بحثت عن لغات البرمجة وفتحت ويكيبيديا هتلاقي مش هقولك عشرات، لا هتلاقي مئات، وطبعا مفيش إنسان يقدر يتعلمهم كلهم، ومفيش حد أصلا محتاج يتعلم كل اللغات دي. أغلبنا بيعرف لغة واحدة أو 2 أو حتى 3، وده كفاية جدا للشغل في أي مجال. كل لغة من اللغات دي ليه استخدام، وانت على حسب تخصصك بتتعلم اللغات اللي هتحتاجها بس. يعني مثلا النجار لو عايز يصنع غرفة نوم ينفع يعملها بالشاكوش بس؟ أكيد بيحتاج أدوات تانية، وكل أداة بتأدي وظيفة معينة بكفاءة وما تقدرش تأدي وظيفة تانية بنفس الكفاءة. عشان كده حاول تفكر في لغات البرمجة كأنهم أدوات، وكل أداة ليها وظيفة معينة، ومن الطبيعي إننا ما نقدرش نعمل أداة واحدة ممكن تؤدي كل الوظائف. لغة البايثون مثلا بالنسبة للغات اللو ليفل زي السي والسي بلس بلس والجافا تعتبر بطيئة، عشان كده ما نقدرش نستخدمها في برمجة نظام تشغيل مثلا أو أي برنامج بيتعامل بشكل مباشر مع الهاردوير بتاع الجهاز. بس هي لغة سهلة جدا وقريبة للإنجليش، ودايما الكود بتاعها بيبقى عدد سطوره قليلة. ومش بس كده، بالنسبة لمجال الداتا ساينس والماشين ليرنينج انت ما عندكش بديل أصلا للغة بايثون، وفي ناس بتطلق عليها لغة الذكاء الاصطناعي. بس لو انت هتكتب برنامج اندرويد مثلا لغة بايثون مش هتكون مناسبة، ولغة كوتلين هتكون هي اختيارك. ولو ناوي تصمم واجهات المواقع بايثون مش هتكون مفيدة ليك هنا كمان، ومحتاج تتعلم HTML و CSS والجافا سكريبت. عشان كده في لغات كتير وكل لغة ليها استخدام وبتؤدي وظيفة معينة أو عدة وظائف، ومفيش لغة بتعمل كل حاجة. ولو سمعت مبرمج بيقول اللغة بتاعتي هي أحسن لغة تعرف على طول إنه جونيور أو مبتدئ ومش عارف بيتكلم عن إيه. لما تكون سينيور ويبقى عندك سنين من الخبرة هتعرف مميزات وعيوب كل لغة وإيه أنسب لغة للمشكلة اللي أنت محتاج تحلها. وأشوفكم في الدرس الجاي على خير إن شاء الله.